تعال اليوم وياي راح نسوي وياكم البرجر الكلاسيك. وهسه اول شيء راح نرمي اللحمه على الشوايه، بس بعد ما تستوي جهه نقلبها على الجهه الثانيه. بعدها راح ندوس اللحم، والمرحله اللي بعدها انا احبها بالجبن فراح اخلي بيها الجبن، لازم نداريها. هسه هنا راح نسوي الفنجر العراقي، وهسه بعد ما يجهز راح نطلعه من الدهن. الفنجر الاغا يتميز انه الفنجر المستخدمه هو فنجر عراقي. الفنجر هذا كان فريش ومقسب وطعمه كلش طيب. وهسه هنا راح نجهز اللفه مالتنا. اول شيء ننزل البرجر بالجبن، وهسه هنا راح نخلي الطماطم، وبعدها راح نخلي الفنجر العراقي. اخر لمسه راح نخلي الكاتشب والمايونيز العراقي. وهسه اجى وقت نجرب البرجر اللي سويناه. هذا المنيو مال مطعم برجر الاغا واسعارهم كلش مناسبه. اليوم كنت ببرجر الاغا اللي صاير ببغداد بجميله بشارع ركن الابيض قرب تقاطع الحدادين.